السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله صباحكم ومساءكم. قصة اليوم إن شاء الله قصة من السعودية. شاب يسير بسيارته في الطريق، فرأى سيارة متوقفة على جانب الطريق، فتوقف ونزل، فوجد رجلا كبيرا في السن مع زوجته وبناته وأولاده. سأله الشاب: ما الأمر؟ فقال له الرجل الكبير: هذه السيارة لا أعرف ما بها، فهي لا تعمل. فقال له الشاب: أفتح غطاء المحرك الكابو. فقام الشاب بتفقد الزيت، وكان لديه خبرة في الميكانيك، وبعد لحظات قال له: لقد اختلط الزيت بالماء، وهذا يعني أن المحرك قد تعطل. فأعطى الشاب مفتاح سيارته للرجل الكبير، وقال له: خذ سيارتي وقدها، وأنا سأبحث عن حل، وسأتصل بالرافعة لإحضار سيارتك إلى المنزل. شكره الرجل الكبير وقال له: جزاك الله خيرا، ثم انصرف الشاب بسيارته. مرت سنوات، وفي أحد الأيام كان الرجل الكبير يتفقد أرقاما في هاتفه، فعثر على رقم ذلك الشاب الذي ساعده، فاتصل به. فردت عليه امرأة قائلة: لقد وضعتموه في السجن وأزعجتمونا. فقال لها الرجل: أنا فقط أريد أن أسأل عنه. فقالت له: إذا كنت تريد أن تسأل عنه فهو في السجن. ذهب الرجل الكبير إلى السجن وسأل الضابط عن سبب سجنه، فقال له الضابط: بسبب ديون، فهو مديون بمبلغ مالي. فتوجه الرجل إلى الصرافة وأخرج 100,000 ريال ودفعها للسجن، وطلب منهم أن يكتبوا المبلغ في سجل السجن، وقال لهم: لا تخبروه أنني من دفعها، قولوا فاعل خير. وبعد قليل أخبر الضابط الشاب قائلا: رجل دفع عنك 100,000 ريال. قال الشاب: أنا ديني كبير فوق 1,000,000. خرجوا من عنده. فقال الشاب: كل من عليه دين 20 أو 25,000 ريال يخرج عني. فعاد الرجل الكبير وسأل الضابط عن الشاب، فقال الضابط: هذا رجل عظيم. قال الرجل الكبير: هذا الشاب رجل عظيم. عاد الرجل الكبير إلى قبيلته وحكى لهم القصة، فتأثر الجميع وجمعوا مبلغ 1,000,000 ريال سعودي، وسددوا بها دينه بالزيادة الشاب، حتى أفرج عنه من السجن. وهكذا نرى كيف أن الخير لا يضيع أبدا، فمن يفعل الخير يجده يوما ما. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. وهذه كانت قصتنا اليوم. إذا أعجبتكم شاركوها مع الآخرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واشتراك في القناة. شكرا.